انت بتعمل ايه على الانترنت؟ بعيدا عن السوشيال ميديا، يا اما انت بتدور على حاجه عشان توصل لها، يا اما دخلت على موقع تقرا مقال، يا اما بتلعب جيم. وكل الحاجات دي غالبا انت ما دفعتش فيها ولا مليم. يا ترى ما دفعتش فيها فلوس ليه؟ يا ترى انا واحد كبعمل جيم بعمله لحضرتك عشان تلعبه ببلاش من غير ما تدفع لي فلوس؟ لا، انا بكسب فلوس. وعارفين مين اللي بيساعدني عشان اكسب فلوس؟ ايوه، اللي في دماغك ده، جوجل. جوجل اختار يشوف رحلة العميل ماشية ازاي ويحاول يكسب منها من كل خطوة العميل بيعملها. فلو انت بتعمل سيرش على كلمة معينة او سيرش على منتج معين، فمثلا كتبت انا عايز اعمل سيرش على كورس فور جوجل ادز، جوجل هيعمل ايه؟ هيقول للناس المعلنين في واحد بيدور على الكلمة دي، مين يحب يختار الكلمة دي عشان يعمل عليها إعلان. وساعتها المعلنين بيختاروا الكلمات دي ويقولوا أنا عايز أعمل إعلان على الكلمة دي. فده واحد. أو بتدور على برودكت، كاميرا نيكون، أيا كان. اللي بيحصل دلوقتي بيطلع لك مربعات مكتوب فيها اسم المنتج، موجود صورته، موجود سعره، والموقع اللي تحته، وده اسمه جوجل شوبينج. وده طريقة إعلانات جوجل عاملاها. أو رحت على موقع تتصفحه وتتفرج عليه، فوانت على الموقع ده لقيت بانرز تطلع لك في كل حته. البانرز دي معظمها عباره عن ناس مأجره مساحه اعلانيه لجوجل، ودي اسمها جوجل ديسبلاي نتورك. حتى وانت بتلعب جيم، الفيديو اللي بيطلع لك الاعلان اللي بتقعد 30 ثانيه مش عارف تقفله، ده برضو اسمه جوجل فيديو نتوركس. كل الحاجات دي بتحاوط العميل باعلانات. طب يا ياسر، ازاي اعرف الانواع دي؟ وازاي اشوفها؟ وايه اماكنها؟ وايه اسمائها؟ وازاي اقدر انا اعملها؟ تتوقع هقول لك كل ده في فيديو واحد؟ طبعا لا.